ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى معانا فكرة فيديو جديد. زي ما انتوا شايفين في عنوان الفيديو كده، احنا هنعمل افكار يعني الاكلات من غير فراخ ولحمة، واكلات كده يعني من غير فراخ ولحمة، علشان طبعا انتوا عارفين الظروف اللي احنا فيها والغلاء اللي احنا فيه والاسعار والكلام ده. فدلوقتي معظم الناس، ان ما كانش كل الناس، يعني بتحاول على قد ما تقدر ان هي تعمل اكلات تكون من غير فراخ ولحمة، يعني علشان توفر شوية في الميزانية او في مصروف البيت او كده. النهاردة بقى هعمل لكم كذا حاجة مع بعض في الفيديو، اكلة كده يعني اكلة حلوة قوي ومفيدة وسهلة وسريعة. يعني انتوا طبعا اكيد عرفتوا ايه هي الاكلة من المكونات اللي قدامكم دي. النهاردة هعمل معاكم عدس اصفر، وهنعمل كرنبيت مقلي، وهنحمر بطاطس، وهنعمل بدنجان كده بطريقة وبخلطة معينة هعمله معاكم، هيعجبكم قوي. طريقته تحفة جدا وحرش كده وبيأكل. يعني تعرفين الاكلات دي بتبقى حرش كده وبتأكل قوي. يعني الاكلات اللي هي زي البطاطس المحمرة وبدنجان مقلي وكرنبيت، جبنة قديمة بطماطم مثلا وبطاطس محمرة، الاكلات دي بتبقى حلوة قوي وبتأكل جدا. يعني بنقعد ناكل منها كده كتير من غير ما نحس يعني. والله بتبقى اكلات حلوة قوي بجد. يعني مش ان احنا مجرد ان احنا بنعمل اكلات عشان توفر وخلاص، او اكلات يعني تظبط المصروف شوية معانا، لا، يعني هي فعلا اكلات حلوة. يعني العدس الاصفر ده انتوا شايفين الحاجات اللي بتتحط فيه، بطاطس وجزر وطماطم وبصل، والعدس نفسه، يعني العدس فيه نسبة بروتين اعلى من اللي في اللحمة. فهي اكل اصلا مغذية ومفيدة جدا. وما اعتقدش في حد ما بيحبش العدس الاصفر. يعني تهيألي كل الناس بتحبه. انا يعني ما قابلتش حد في حياتي ما بيحبش العدس الاصفر، مش عارف يعني. اي حد قابلته في حياتي بيحبه عادي، لان هو اكلة حلوة يعني. انا بقطع بقى الخضار، انا بقطعه صغير خالص زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الفيديو مكبر حجم الحاجه، لكن انا كنت مقطعاه صغير قوي. او يعني شرايح الجزر انا مقطعاها رفيعه قوي علشان تستوي بسرعه، لان انتوا عارفين ان طبعا الجزر اكتر حاجه بتاخد وقت في السلق وكده. فانا مقطعها حتت صغيره قوي علشان تستوي بسرعه، ما تاخدش وقت يعني. حتى بصوا البصل برضو، يعني بدل ما اقطع مثلا البصلة 4/4 بس، لا، انا بقطع كل نص بقطعه نص تاني، فاهمين؟ والطماطم برضو نفس الحكاية، عشان ما تاخدش معايا وقت وكده. انا قطعت كده الحاجة، والمية هنا يعني هي اول ما بتغلي بس بحط فيها الخضار المتقطع، يعني ما بتاخدش وقت يعني على النار. ده بقى نوع العدس الاصفر اللي انا بستعمله، انا بجيبه من فتح الله. النوع ده عايزه اقولكم ان هو حلو قوي ونضيف، يعني ما بحتاجش ان انا انقيه لان هو فعلا نضيف. الكيس ده 250 جرام، كان ب10.5، دلوقتي بقى ب18. فهو كمان غالي يعني، بس هو بصراحة نوعه حلو قوي. حطيت منه مقدار كوباية كده وغسلتها وحطيتها بقى مع الخضار عشان تستوي وكده. هنا بقى بقشر البطاطس والبدنجان علشان نقليهم. هي البطاطس هقليها عادي يعني، مفيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجة. بس هو البدنجان اللي انا يعني هعمل الخلطة بتاعته معاكم علشان تشوفوا الخلطة بتاعته بعملها ازاي. مين بقى بيحب الاكلة دي؟ يعني انا بحب قوي قوي العدس الاصفر والبطاطس المحمرة والحاجات دي، بحبها قوي. يعني بحس ان هي اكلة حلوة كده، ببقى يعني فرحانة وانا هاكل عدس اصفر. مش عارفة، بحب قوي اليوم اللي بعمل فيه عدس اصفر ده، لان انا بحبه جدا. هنا بقى بقطع
البطاطس عايزة اقول لكم افشل واحدة في الحياة تقطع بطاطس، البطاطس اللي هي الصوابع دي يعني. بصوا المنظر، يعني مش عارفة ايه ده بجد، والله العظيم ما شفت حد في حياتي بيقطع بطاطس بالشكل ده. وبعدين بقى تلاقوا الطبق اللي انا محمراه، يعني حرفيا الطبق كل صبع فيه، كل صبع بطاطس فيه شكله غير التاني. هتلاقوا بقى كوكتيل كده، يعني القصير، الطويلة قوي، التخينة جدا، الرفيعة لدرجة ان هي ورقة. مش عارفة بعملها ازاي بجد يعني. يعني كنت بشوف مامتي الله يرحمها وهي بتقطع البطاطس دي، كانت بتقطعها بسرعة قوي، يعني كانت بتمسك السكينة وتقعد تقطع بسرعة قوي، وفي نفس الوقت البطاطس كلها حجمها واحد، مش اللي انا عاملاه ده. يعني بصوا بوريكم الخيبة اللي انا عاملاها. بصوا المنظر والنبي، مش عارفة انا ايه اللي انا عاملاه ده بجد. هنا بقى غسلتها وحطيت عليها مية، وبعدين بحط بقى على المية ملح. ما تسألنيش بقى بحط على المية ملح ليه، يعني ما تستنوش مني معلومة مفيدة في الموضوع ده، لان انا بجد والله ما اعرفش. يعني انا كنت بشوف ماما الله يرحمها بتعمل كده، بعمل زيها. اقسم بالله ما عارفة ليه، تقريبا بتخلي البطاطس تقرمش اكتر. فمش عارفة يعني، لو عارفين انتوا ايه السبب اللي بيخلينا نحط على البطاطس ملح كده في المية، قولولي يعني. ده لو في حد بيعمل كده، لان مش كل الناس بتعمل كده. في ناس بتحطها في مية وخلاص، يعني عشان بس ما تسودش لحد ما تتقلي وكده. هنا بقى بقشر البدنجان، وعايزة اقول لكم الطريقة دي في تقشير البدنجان اكتشفت ان هي ما بتخلوش يشرب زيت كتير. ايه هي بقى؟ ان احنا نسيب فيها حتة كده من القشرة. يعني انا برضو كنت طول عمري بقشر البدنجان واسيب فيه حتة كده من القشرة، يعني انتوا فاهمين اللي هو حتة كده وحتة فيها قشرة، وبرضو ما كنتش فاهمة ايه السبب، وعمري ما سألت في الموضوع ده. فلما جربت في مرة ان انا اقطع البدنجان يعني اقشره من غير ما اسيب فيه حتة من القشرة كده، لقيته بيشرب زيت كتير قوي. بصوا بقى الحركات بقى، لا ده الحركات يعني تستاهل لايك بصراحة. حطيتي اللايك وانتي بتتفرجي كده؟ حطيتيش صح؟ حطيلي لايك، حطيلي لايك، ربنا يهديكي. هنا بقى حسيت ان البدنجان كتير على طبق واحد، وانا عايزه احط عليه ملح، وعايزه الملح يبقى على البدنجان كله، يعني فاهمين قصدي. فقسمته بس كده على طبقين وحطيت عليه ملح. هنا بقى العدس كان قرب يستوي، يعني هنا بقطع بس الجزر. هو انا بشوف الجزر اهم حاجه، لان هو لو استوى يبقى اكيد كل حاجه استوت، فلقيته لسه شويه يعني. ده بقى كرنبيت انا كنت مفرزاه يعني. هبقى اعمل لكم فيديو فيه طريقه تفريزه، هو مفهوش حاجه يعني، هو طريقته سهله قوي، بس انا مكنتش اعرفها بصراحه، وعمري في حياتي ما فرزته. ف بقيت بقى بعمله لما لقيت ان هو طريقته سهله وكده، بقيت بعمله. كمان انا بحب الكرنبيت قوي، هو مبقاش موجود تقريبا غير في الشتاء. ف... فقلت بقى بعد كده هفرزه يعني. دي بقى الخلطه بتاعته، حطيت شويه دقيق كده. بصوا مش هقول لكم مقادير، لان انا حطيت كده يعني بالبركه. انتي على حسب كميه الكرنبيت اللي هتعمليها يعني. بصوا انا حطيت دقيق، وحطيت عليه فلفل اسمر وكمون، وحطيت كاري وكركم عشان بس يديه لون اصفر كده حلو لما يتحمر. وحطيت ملح، ممكن بقى تحطي شطه لو عايزاه يبقى حامي. بس عايزه اقول لكم كميه الملح اللي انا حطيتها دي طلعت قليله جدا يعني، جدا. هنا بقى بحط الميه كده بالتدريج واقلب لحد ما القوام بتاعه يبقى ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. يعني اهم حاجه ان هو ميبقاش خفيف ميه، علشان بس يعني الطبقه تمسك في الكرنبيت، ما تقعش من عليها. هنا بقى حسيته خفيف شويه، فزودته شويه دقيق، وفضلت اقلبه كده. انا بس زودت الكميه، يعني انا لما وقفت الفيديو هنا زودت الكميه شويه. هحط بقى فيه الكرنبيت، وهسيبه شويه لحد ما احمره.
على فكرة الخلطة بتاعة الكرنبيت دي بيحطوا عليها بضاية كمان، يعني تقريبا الناس كلها بتحط عليها بضاية، بس انا مش بحب. يعني كنت قايله لكم في الفيديو اللي قبل ده تقريبا بتاع الكيكة، انا اي حاجة بيتحط لها بيض لو ينفع ان انا ما احطش فيها بيض ما بحطش، عشان بخاف من طعمه ان هو يعمل زفارة او كده، فما بحطش. فانا ما بحطش في الكرنبيت بيض. بصوا بقى، دي الخلطة بتاعة الباذنجان. ده توم مفروم وفلفل اخضر حامي وطماطم. الطماطم المفروض تتقطع صغير عن كده، بس يعني عدتولي البطاطس عدولي الطماطم، يعني مش عارفة اقطع الطماطم كمان. بصوا بقى، هحط عليها ملح، ودي كزبرة ناشفة انا بحب طعمها في السلطات وكده، وده كمون. الكمون اللي بقى ب500 جنيه الكيلو، يلا ما علينا. وحطيت خل، وعصرت نص ليمونة في الاخر. والخلطة دي كان ناقصها بقدونس او شبت، يعني بيتحط عليها بقدونس او شبت بتبقى تحفة، بس انا ما كانش عندي يعني فعملتها كده. هنا بقى عصرت نص ليمونة. الناس بقى اللي ما بتحبش طعم التوم وهو ني كده، يعني مش مستوي، ما يعني ممكن تعمل نفس الخلطة بس ما تحطش توم. بس للأمانة يعني انا لما عملتها من غير توم ما كنتش حاسة ان هي حلوة. التوم بيديه طعم حلو قوي بصراحة. العدس هنا خلاص بقى كان استوى، وهنا حطيت بقى الطاسة عشان نقلي البطاطس. انا هنا قليت كمية بطاطس قليلة شوية، يعني ما قليتش كمية البطاطس كلها اللي انا قشرتها، قليت على قد ما انا عايزة بس يعني. هنا بقى البطاطس كانت اتقلت خلاص وشلتها. هنقلي بقى الكرنبيت مع بعض. بصوا الخلطة تقيلة ازاي علشان لما نحطها في الزيت ما تنزلش منها. هحطهم كده في الزيت يتقلوا كلهم. انا مش عارفة بقى ليه الكرنبيت بياخد معايا وقت طويل قوي علشان يتحمر، يعني بياخد وقت طويل قوي. هبعدهم بس كده عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض في الطاسة. هنا بقى انا كنت قليت الباذنجان خلاص، فهحط بقى عليه الخلطة اللي عملتها دي. هحط كده عليه الخلطة وهسيبها بقى لحد وقت الاكل، يعني هسيبها علشان الباذنجان يشرب بقى من التوابل والخل والليمون والحاجات دي. عايزه اقول لكم جربوا الطريقه دي والله العظيم تحفه، تخلي طعم يعني غير ما تاكلوا الباذنجان مقلي كده ساده، يعني ما منوش لازمه، يعني هو مفيد بس يعني لما يبقى فيه توابل كده وحاجات حرشه تاكل يعني بيبقى طعمه تحفه. ده بقى العدس ضربته في الخلاط، حطيته في الحله تاني، حطيت عليه ملح وكمون. كمون اللي ب500 جنيه، انا لازم كل شويه افكركم. حطيت نص معلقه شطه كده صغيره، وحطيت هنا معلقه سمنه كده كبيره. هنا بقى كان اتحمر من الناحيه اللي تحت يعني، فبقلبه علشان ياخد لون من الناحيه التانية. بس زي ما بقول لكم مش عارفه ليه اخد معايا وقت طويل قوي، يعني بياخد معايا وقت عشان ياخد اللون ده اصلا، معرفش ليه. ممكن عشان الزيت مش مغطيه مثلا، مش عارفه بصراحه. هبقى اجرب المره الجايه ان انا ازود كميه الزيت شويه علشان يغطيه، لان هو فعلا بياخد وقت طويل قوي. خلاص بقى هنا كده هنغرف العدس.
انا بحب قوام العدس يبقى زي ما انتوا شايفينه كده، ما بحبهوش لا اتقل من كده ولا اخف. يعني اتقل ممكن شويه، يعني لو اتقل من كده شويه ممكن، لكن لو اخف من كده ما بحبوش، يعني بحسه شوربه. هو المفروض شوربه، بس لا انا بحبها تقيله شويه. ده بقى الاكل كده بعد ما خلصنا. بصوا ده البدنجان اللي بقولكوا عليه، والله جربوها تدعولي، يعني تحفه بجد. وده الكرنبيط والبطاطس والعدس. عايزه اقول لكم والله اكله تحفه. يعني انا بعمل لكم الفويس اوفر ده بعد ما اكلت، ويعني يا ريت في دلوقتي بقى ان انا اكل تاني دلوقتي، يا ريت. والله الاكل كان تحفه جدا، اكله تحفه وسريعه وتفتح النفس. والعدس ده مغذي جدا، يعني الاطفال كمان يعني اللي ما بياكلوش خضار وكده، العدس ده هيبقى مفيد جدا ليهم. تنسيش بقى تحطيلي لايك، باي باي.